السلام عليكم خياتي وحباباتي. قبل ما نبداو لا فيديو نصلوا ونسلموا على رسول الله. ان شاء الله يلاقيكم هذا الفيديو تكونوا كامل في الصحه وفي الهنا وفي احسن حال. اليوم خياتي جبت لكم وصفه صابلي بتزيين راقي راح يوالم جميع المناسبات تاعكم، افراحكم كيما حفله الباك، حفله البيام، وحتى عرسكم. بالمناسبه خياتي حبيت نهني جميع التلاميذ اللي نجحوا في شهاده البكالوريا والبيام، منهم بنت خوالي هنا وابتسام، وبنت خالتي منال، ولد خالي آدم، وجواريني يونس وشيماء. نقول لكم ألف ألف مبروك العقوبة للتخرج يا رب. كيما راكم تشوفوا خياتي وصفة تاع اليوم بزاف شابة وبنينة، والصابلي هذاك يذوب في الفم بواحد الكريمة تجي رائعة. راح تعتمدوها في جميع الحلويات اللي تغلفوا بهم الصابلي كيما راكم تشوفوا. وراح نعطيكم جميع الأسرار تاع الطليه ولا تاع الكلاص تاع الشوكولا كيفاش جاني في هذا اللون الباج الكريمي. شوفوا، وحتى التزيين تاع الورود خدمته بيديا في الدار وكامل. ولا راكو حابين ندير لكم تزيين الورود ولا كيفيه تصنع الورود في الدار، اكتبوا لي في الكومنتار باذن الله راح نعطي لكم فكره على هذا التزيين ولا هادو الورود اللي خدمتهم في الدار كيما راكم تشوفوا. بسم الله خياتي. لهنا في غيسيبيون درت 500 غرام تاع مارغرين تكون طريه، درت له لهنا ربع كيلو تاع زيت، ودرت لها 2 حبات بيض كاملين و2 حبات زيت منهم غير الصعفر كيما راكم تشوفوا. البيض خياتي ما لازمش يكون بارد، لازم يكون درجة حرارة المطبخ كيما راكم تشوفوا. لهنا قرصة الملح ضروري خيات في الكاطو باش تجيكم الكاطو بنين. لهنا درت نص كيلو تاع مايزينا، نص كيلو تاع سكر كلاصي. نتوما ديروا نص كيلو، انا ما وصلتليش نص كيلو سوا. دوك من بعد نزيد لها واحد المكون تاني راح يخليها تجي حلوه شويه متجينيش صامته كيما راكم تشوفون. نصيروا السكر الا شفنا فيه حبيبات. لهنا زدت لها واحد 2 مغارف 3 مغارف تاع كاوكاو يكون محمص، كنت ريحته شويه في المتوسط. ثاني راح يزيد له في واحد الاضافه ويجيني الصابلي تاعي بنين. لهنا درت لها مغرفه لافاني، درت لها 2 مغارف ولا حتى 3 مغارف كبار تاع كاكاو كيما راكم تشوفوا خيتي. زدت لها مغرفه كبيره تاع سيلام. تحبوا تزيدوا تحبوا تكملوا نص كيلو تاعكم بالسكر كلاصي. كيما قلت لكم انا ما كنتش وصلت لي نص كيلو مليح كيما راكم تشوفوا. درت كامل المكونات تاعي في الغيسيبيون وطلعتهم ولا خلطتهم بالباتور ولا بالبيتران كيما حبيتوا. واللي ما عندهاش بيترا ولا باتور تقدر تخلط بيديها عادي. وشنو انا كي كانت عندي الكميه كبيره خفتها تغبني وكامل درتها في البيترا وخليتها تدور باش نتاكد كامل المكونات دخلوا في بعضهم. شوفوا خياتي الخليط تبدل اللون تاعو والمكونات كامل اندمجوا مع بعضهم. في هذه المرحله نجيب الفرينه. درت كميه تاع فرينه. انا هنا استعملت نوعيه سيم ولابل، كانت عندي نص باكي تاع سيم ونص باكي تاع لابل كيما راكم تشوفوا. ودرت معهم باكي تاع خميره الحلويات ونصير الفرينه واللم غير بالاطراف الاصابع كيما راكم تشوفوا. الصابلي ما يحتاج تعجنوه ولا تخربوا فيه بزاف، سما غير باطراف الاصابع راح تتلم لكم العجينه عادي. شوفوا الفرينه روحوا لها غير بالتدريج مرحله بمرحله حتى تتلم لكم العجينه وتولي ما تلصق لكمش في يديكم كيما راكم تشوفون. عندي كميه كبيره وشنو ما صدتش راحتي في هذا الغيسيبيوم وشنو ساعفتها غير بشويه بشويه حتى تلمت لي كامل العجينه. وانتوما الا عندكم كميه كبيره ديروها في جفنه ولا باسيله تكون كبيره باش تسيبوا راحتكم كيما راكم تشوفوا. لميتها مليح مليح حتى تولت ما تلصقليش في يديا وما تخلوهاش ناشفه بزاف باسكو راهي فيها الكاكاو سورتو لا درتو كميه كبيره. الوقت اللي خدمتو فيه الكميه الاولى بالك راح تصيبوا العجينه تاعكم نشفت لكم، اللي هذه ما تنشفوش العجينه تاعكم بزاف باش كي تكملوا كامل الكميه تاع العجينه تاعكم تجيكم اسوس وما تجيكمش ناشفه تبقى تتفتت لكم كيما راكم تشوفوا. ديت غير كميه قليله درتها في كيس بلاستيكي. الكيس بلاستيكي راح يساعدكم بزاف وما تبقاوش تزيدوا في الفرينه. شوف فتحتها بهذا السمك ما يكونش خشين وما يكونش رقيق. وانا خياتي شكلتها بهذا الطابع الدائري وانتوما شكلوها كيما حبيتو بالقلب المربع كيما حبيتو. وشنو هنايا الطابع تاعي شويه كبير، الحبه جاتني الله يبارك كبيره. وفي الاخر خياتي نقولكم شحال هذه الكميه عطاتني من الحبه.
انا صدقوني خياتي لو كان تزيدوا هذوك زوج مغارف تاع الكاوكاو في العجينه تاعكم ما راح تزيد لكم في واحد البنه وتجيكم شغل صابي تاعكم يجيكم لداخل تحسوه مقرمش. كيما راكم تشوفوا ستفتها في البلاطو ودخلتها طيب مده 4 ساعة حتى نصيبها نشفت لي نخرجها كيما اي صابلي طيبوه. وشنو حسوا برك راه فيه الكاكاو باش ما يخدعكمش. نجو لهنا نخدموا كريمه الزبده. لهنا استعملت زبده عفوا زبده اوبلين. قريب قلت لكم زبدة التوريق. زبدة أوبلين راهي فيها كمية مليحة تاع لافاني، ديت منها غير نصف الكمية وانتوما تدو الكمية اللي حبيتوها. درت معها لهنا 2 مغارف ولا 3 مغارف تاع زيت، ودرت معها 4 مغارف تاع سكر كلاصي، ونخلطها بالباتر ولا بالبيترا حتى نحسها باللي خفافت. هذه هي نديرها في لابوش. ونجي لهنا تاني ندير لهنا شوكولا للطليدة نديرها في لابوش. ونجي لهنا نحشي الصابلي تاعي. شوفوا الصابلي من بعد ما طاب لي وبرد لي مليح نجي نديرلو الكميه تاع الكريمه تاعي. خياتي هذه كريمه الزبده بزاف شابه وتجي بنينه وخفيفه، تقدروا تعتمدوها في جميع حلويات تاع التغليف اللي تغلفوا بها ولا تلصقوا بها الصابلي تاعكم. كيما راكم تشوفوا درت كميه ودرت لها داخل كميه صغيره تاع شوكولا لي طلي ولصق الحبات. وكي نصيب الفراغات ولا الكميه تاع الزبده محتاجه نزيد الصابلي تاعي باش ما يجونيش الفراغات. وكي ندير الكلاصاج تاع الشوكولا ما يجينيش الهواء لداخل. كيما راكم تشوفوا كي نحس بلي مخصوصه كريمه الزبده نزيد لها بلابوش عادي ولا والزائد نحيه بصباعي ولا بكوبات كيما حبيتو. شنو انا نخدم صباعي خدمه تجيني سهله. كملت كميه كامل اللي عندي ودرتها في الفريجيدان خليتها حكمت روحها شويه. جيت نخدم لهنا كلاصاج تاع الشوكولا. لهنا خياتي استعملت الشوكولا البيضاء كرنشي بذوق البندق كما راكم تشوفوا تجي فيها مرحيه البندق الداخل. انتم تحبوا تستعملوا الشوكولا العاديه اللي ما فيها حتى ذوق عادي وتزيدوا لها كما راكم تشوفوا الاضافه تاع الشوكولا اللي طالع باش تعطيني هذاك اللون البج الكريمي كما راكم تشوفوا. اللي ما عندهاش الشوكولا اللي طالع دير مرص صغير تاع شوكولا بالحليب راح تعطي لها نفس النتيجه ونفس اللون. كما راكم تشوفوا نخفوها ب2 مغارف ولا 3 مغارف كبار تاع زيت. لهنا من بعد ما درتها في حمام مائي باينه خياتي. لهنا الشوكولا البيضاء ما تحتاج كميه كبيره تاع زيت ما تكثرولهاش باش ما تخسرلكمش ما تبقاش تسيح لكم وما تنشفكمش. ديروا لها غير كميه تاع 2 مغارف ولا 3 مغارف. كيما شتوني انا درت 2 علب تاع 250 غرام. نجي لهنا نقلاصي ولا الصابلي تاعنا عادي. تشدوا الفرشيطه تشدوا الحبه تاع الصابلي تاعكم. شوفوا لهنا حسيت الشوكولا ثقيله شويه زدت لها واحد حوالي مغرفه كبيره. شديت الصابلي تاعي درته فوق الفرشيطه وراني نفرغ فوقه الشوكولا بهذه الطريقه. كي نحس بلي دات لي كميه كبيره تاع شوكولا نقصها بالمغرف ونحطها في بابي فيلم. وهذوك الحبات اللي نديرهم نسي نزغدهم بلاستون باش ما يدوليش كميه كبيره تاع شوكولا. الشوكولا الزايده اللي تبقى لي فوق البابي فيلم نرجعها في الغيسيبيون تاعي كيما راكم تشوفوا. نكملهم كامل بنفس الطريقه نخليهم يبردوا ينشفوا مليح. من بعد نجي نزينهم كما راكم تشوفوا خياتي. التزيين سهل بسيط وبزاف شباب. انا هادو الورود ساومتهم 29,000. مشيت باطا عجينة السكر باللون الازرق وباطا عفوا عجينة السكر باللون الابيض وخدمتهم في الدار غير بامكانيات بسيطه وجاوني بزاف شابين وكيما اللي يتباعوا برا. صدقوني كيما راكم تشوفوا درتهم في البلاطو تاع البيض وما همش ناشفين مليح ثم درتهم بالزربه. ما كنتش كامل دايره في بالي راح ندير هذا التزيين. في الدقيقه الاخيره درتهم وجو ما شاء الله. شوفوا التزيين الابيض تقدروا ديروه للبنات والتزيين الازرق اللي عندها حفله تاع وليدها ولا عرس اخوها تقدر دير باللون الازرق راح يجيها شباب. كيما راكم تشوفوا خياتي هذا هو شكلها النهائي من بعد ما زينتها بالورود ونشفوا لي. كيما راكم تشوفوا تزيينها راقي بزاف مليح
والذوق ما نحكيلكمش، حتى تجربوها باش تكتشفوا الذوق بنفسكم. وشنو انا لهنا برك كبرت الحبات، لو كان صغرتهم راح تقطع لي كميه كبيره تاع الحبات. كيما راكم تشوفوا نقسمها معكم، تتقسم بكل سهوله، وهذاك الصابلي يجي يذوب في الفم، الكريمه لداخل تجي رائعه. كيما قلت لكم خياتي، تحبوا ما ديروش الكلاصاج هذا بذوق البندق، ديروه سام. قبل ما ننساكم خياتي، الكميه تاع 500 غرام تاع مرقارين قطعت لي 35 حتى 36 حبه تاع صابلي بهذا الحجم الكبير. وانتم صغروا الحبات راح تجيكم كميه كبيره. نتمنى خياتي البارطاج والكومونتير، ما تبخلوش بالاشتراك تاعكم. مع السلامه.